بصي انا عايزه اقول لك معلومه بسيطه كده، يعني انا اتكلمت فيها قبل كده بس انا هقول لك تاني. اول ما بيحصل عدم استقرار في العالم الدول بتتحول بالذهب. يعني عندك مصر مثلا اخر 2023 عندها الاحتياط الذهب بتاعها 126، افريقيا 173 طن، انا بكلمك بالاطنان. ليبيا جايه في المركز الثاني عندها 143 طن. اول ما بيحصل مشاكل في العالم تلاقي الدول اتحوطت بالذهب، فده بيأثر على سعر الذهب، فبيخلي سعر الذهب يعلى. فان سعر الذهب يعلى ده احتمال وارد يوصل ل 90%. انه ينزل وارد جدا، ما فيش حاجه يعني مستحيله، وارد تحصل اي حاجه غريبه تخلي الذهب ينزل، بس دي نسبتها كام؟ نسبتها 20%. ففكره ان الذهب يرجع تاني احنا عمرنا ما سمعناها. يعني انا في المجال ده من 10 سنين عمري ما سمعت ان الذهب رجع للاول. ينزل حاجات بسيطه بناء على المحل بتاعك، انما ينزل قوي لا، ما اظنش. صناعية الشركات دلوقتي يا جماعة بتوصل ل 350 و400، وشركة مصرية عادي خالص. ف 200 جنيه ده زي الفل. عرفتي تفاصلي مفيش مشكلة، احنا جيش الفصال. اخش فاصل مفيش مشكلة خالص انك تفاصلي في المصنعية، مش عيب ومش حرام، عادي خالص. وشوفي اخر التاجر ايه واعرفي كده، اقعدي فاصلي معاه وهتلاقي برضو بيهود معاكي. لو نزل 20 جنيه مصلحة ليكي يا ستي في التوتال. احنا برضو بنتكلم على عدد جرامات كبير، ده لو انت بتجيبي قطعة 3 جرام 4 جرام، لو نزلتي اي رقم فمصلحة ليكي. ففاصلي زيك زي اي ست مصريه اصيله، بتزن وبتفاصل زي انا كمان كده، بزن وبفاصل عادي جدا. احتياجك هو اللي هيخلينا نقرر محتاجه لايه. احنا في المجمل بندور على اقل مصنعيه. كعميل انا بدور على مصلحتي ايه؟ ان انا اشوف انا محتاجاه. هل لو ما انا اجيب جنيه بمصنعيه قليله اوفر بالنسبه لي، ولا اجيب مشغولات بمصنعيه قليله والبسها واتهنى بيها، زي مثلا السبيكه اللي عملوها BTC اللي هي الانثى بس عملوها بريسلت. انا بالنسبه لي دي حركه في الجون، بحوش وبلبس، لان انا مش يعني برضو مش من الناس اللي بتحوش وبس، لا انا احب البس الحاجه بتاعتي وفي نفس الوقت ابقى مسيفه فيها فلوسي. بطلت خلاص ازعل على حاجات ببيعها، يعني بجيب الحاجات وابيعها واشتري وابدل واعمل وكده. فاحاول اكبر جرامات، ازود، اغير العيار، لو هو 18 اخليه 21. فشوفي انت احتياجاتك ايه والبادجت اللي معاكي ايه. كانت كبيره نقسمها لكذا حاجه، كانت قليله وما تجيبش مشغولات توكلي على الله. حتى وهاتي جرام، يعني هاتي جرام دهب، ده لازم نكون بنفكر فيه ويكون تفكيرنا. حبيبتي انا هبقى موجوده، هو البازار يوم 10 و11 و12، يعني خميس وجمعه وسبت. اكيد انا موجوده اول يوم، بس مش عارفه هبقى موجوده انهي يوم من اليومين التانيين. ولو عرفت ابقى موجوده الثلاثه طبعا هاجي علشان اشوفكم. يعني هبقى يعني هكتب اكيد برضو قبل ما انزل في الستوري انا رايحه دلوقتي وانتوا فين ونتجمع هناك. واكيد بعد ما الشمس تروح شويه، اي نعم الشتاء خلاص يعني داخل كده، بس ساعات الجو بيبقى حر برضو شويه. بس هو بيبقى يوم 10 و11 و12 اول يوم انا موجوده. اليومين التانيين لسه هظبط معاكم واقول لكم انا هبقى موجوده فيهم امتى. بصي للاسف الانسيال لا ملوش حاجه تضيق غير التأثير، بس انا يعني ممكن ناس كتير ما بتحبش ده. بيبقى بقفل بعد القفل بتاعه، يعني بعد القفل بيبقى بمدور كده في حلقات فوق، اكيد الانسيال بتاعك فيه حلقات فوق. بقفل في الحته اللي تبقى مظبوطه على ايدي ويبقى نازل حته مدلدله كده. في ناس كتير ما بتحبش المنظر ده فبتروح تضيقه. ممكن حضرتك برضو تعملي الحركه التقليديه ده اذا انت بتحبيها، ان انت تحطي دبوس وتقفلي لحد الجزء اللي ضايق على ايدك وتقفلي القفل بتاعه برضو، بس برضو يبقى في حته نازله مدوره كده مدلدله. فهو للاسف الانسيال ملوش حل في التضييق غير ان هو يتاثر، بس انا مش من انصار التاثير وشيل الذهب. فهقول لك اقفلي القفل في مدور يكون صغير على ايدك ويبقى مظبوط. يعني ما تبيعيش الا للاهميه القصوى. عايزه تبدلي او عايزه نقول تغيري اللي معاكي فتكبري، لو الحلقه اللي معاكي جرام روحي شوفي مثلا السلسله دي بتبقى 4 جرام 3 جرام على حسب. برضو في شركات منزلاها جراماتها كبيره، في شركات منزلاها جراماتها 7 جرام، في شركات منزلاها 5 جرام. فشوفي الفرق ايه ويعني وتوكلي على الله، عشان اسعار الذهب في زياده. انا مش من الناس اللي بتقول تشتري امتى او تبيعي امتى، بس بجد اي قرش مع اي حد دلوقتي تعرف ان هو زياده عن احتياجاتك تعرفي تجيبي بيه جرام تاني على الجرام اللي معاكي. اعملي كده لحد ما توصلي لسعر السلسله. فانا مع ان انت تكبري الجرامات، مش مع ان انت تبيعي. بس مش هطلع اقول لك بقى كلام المجعلص الكبير اللي انا بلعب رياضه وانا حد منتظم، لا خالص، ما فيش اي حاجه، ما عملتش اي حاجه. انا بطلت سكر ورجعت الوزن الطبيعي اللي هو كان قبل الولاده، اللي هو المفروض يبقى 55، فانا دلوقتي 58. طب هل البطن بتاعت الولاده نزلت؟ لا ما بتنزلش، ما فيش الكلام ده، ما نزلتش. ودي بتبقى عايزه رياضه او عمليه، خليني صريحه معاكي. الحاجه الثانيه
منها ان ده ما بيأثرش على الرضاعه، لان انا مبطله سكر، فدي مش حاجه هتأثر على البيبي خالص. وان جسمك يرجع لطبيعته ده محتاجه سنه، وانا خدت سنه، فطبيعي ان انا الجسم يرجع لطبيعته، بس مش لطبيعته الاولانيه. برضه في الاخر هتلاقي فيه نسبه دهون، وفي نسبه تخن موجوده، بس احسن طبعا من بعد الولاده على طول. فاستني مع الوقت هتلاقي الموضوع بيخف معاكي، بس انت حطي جوه نفسك انك تبطلي الحاجات اللي بتضخم. يعني خلينا على اللي احنا فيه، بلاش حاجات ندخلها زياده لجسمنا. والله العظيم انا لو مكمله في ان انا اقدم محتوى، فانا بقدم محتوى عشان الناس اللي زيك، الناس اللي يعني لسانها ده اللي يتقل بالذهب بجد والله العظيم. حتى لو يعني ما استفادتش اي حاجه، فهي داخله تجبر بخاطر الناس. فشكرا جدا على كلامك بجد فوق راسي، وانا كلامك ده اللي مخليني اكمل. وهطلع احكي بقى حكايه كده، عشان انا كنت في يعني في مصيف في اجازه كده، بمناسبه الفيديو بتاع ما تبدليش، ما تقوليش للتاجر الذهب انك تبدلي الفلوس، عشان كل تجار الذهب دخلوا بقى يشتموني ويقولوا لي انت مش فاهمه حاجه وبتاع، لان الكلام جه على الجرح قوي. انا ما كنتش عايزه اخش في تفاصيل ليه ومش ليه، بس هم اضطروني ان انا اتكلم في تفاصيل. بس ما علينا، يعني هبقى اعمل لها فيديو كده محترم ندردش فيه مع بعض، زي ما انا بقعد كده مع السيدات والبنات المحترمين اللي زيك. نتكلم في وعي اكتر، ونتكلم في حاجات اكتر، لان انا في الاخر زي ما قلت قبل كده في فيديوهات كتير، انا ما عنديش مصلحه مع حد، لا بالايجابي ولا بالسلبي. يعني يمكن بالايجابي ان انا بقول معلومات من غير ما يكون عندي مصلحه. يعني انا في الاخر مش بقول تعالوا في محل اشتروا مني، لا، انا حد ما عنديش محل ذهب، انا حد بيقول المعلومات بضمير لله في لله، من غير اي محسوبيه لاي حد ايا كان هو مين. بنقول الكلام اللي يرضي ربنا، وبنقول الكلام اللي هنتسأل عليه، وبنقول الكلام اللي من واقع خبرتنا سنين في المجال ده. فالكلام لما بيجي على الجرح عند ناس كتير بيتضايقوا وبيعمل لنا مشاكل. يعني انا عايزه اقول لك في حد ما، ويمكن انا ما اتكلمتش في الموضوع ده، وبلاش نقول مين، ست راجل ايا كان، لما جيت عملت فيديو بعلم الناس تحسب ازاي تشتري الذهب، الشخص اتصل بمكان شغلي القديم عشان يشوفني انا لسه بشتغل فيه ولا لا، عشان يبتدي يعمل لي مشاكل فيه. بس للاسف نقبه طلع على شغل، ما لقانيش بشتغل في المكان ده، فما عرفش يأذيني في اكل عيشي، وما عرفش يأذيني في شغلي، وطلع ان انا سبت الشغل للاسف الشديد. وكانت صدمه بالنسبه لي، ان خلى ناس تكلم ناس تكلم ناس تكلم ناس تكلمني عشان امسح الفيديو، وما مسحتوش، لاني هفضل اقول معلومات للناس وانا ما عنديش مصلحه معاها، وهفضل اقول للناس تبيع ازاي وتشتري ازاي وتتعامل ازاي مع تجار الذهب. والجاب الكبير اللي بين الناس وبين تجار الذهب ده انا هحاول اقربه، لان بقول اللي تاجر الذهب ليه عند العميل، واللي العميل ليه عند تاجر الذهب، بما يرضي الله من غير اي مصلحه. فشكرا لكلامك تاني بجد على دماغي من فوق، ويسلم لسانك اللي يتقل بالذهب ده.